طلبت طلب اوكي كاتبين، طلبت العمال اللي يبنوا دجاج ورز، كاتبين انه سعره 18 درهم. قلت حلو، لانه منهم مجموعه عرفتوا ناس كثير، فلما تطلبوا كثير يطلع السعر اغلى، فكاتبين انه 18 درهم. قلت اوكي، طلبت وحطيته في السله ما ادري كيف سعره زاد، بس انا حسبت لاني طالبه عدد فطلع هذا السعر يعني. بعدين كذا خلاص طلبت كل شيء، بعدين قعدت افكر، قلت دقيقه 18 في 12 كم يطلع؟ طلع لي السعر اقل من اللي دفعته بكثير. قلت ها كيف كذا غريبه. فرحت راجعت الحين معاهم، قلت لهم كيف انه هم كاتبين السعر وبعدين لما تحط، مره نرفزوني صراحه. فرحت الحين مع الدردشه هذه مع المجيب الآلي حقهم او ما ادري، اتفاهم معاهم اشوف ايش الوضع. المهم الكريمه مع القشطه، هذا النص حطيت عليه جوز الهند، والله احسه حيطلع مره لذيذ زي الفرار الرشيع عرفتوا هذا الحلاوه. وهذا النص راح احطه بدون، وحتى ممكن بعدين من فوق كذا كمان ارش عليه هذا جوز الهند، وحتى ممكن بعدين من فوق. فقالت لي اوكي راح اشيك معاهم الان وارجع لك. فانا ما ادري كيف ما حسبت انه خلاص بما اني حطيت عدد كبير فطلع لي هذا السعر. طب ليش انتم كاتبين 18 درهم الوجبه وبعدين طلعت ب 47 الوجبه؟ يعني حتى مو الدبل، اكثر من الدبل. مره نرفزوني صراحه. فرحت الحين مع الدردشه هذه مع المجيب الآلي حقهم او ما ادري، اتفاهم معاهم اشوف ايش الوضع. المهم الكريمه عندنا خلصت، حطيت كل شيء، هذه هي خلصتها. اكتشفت كمان انه ما عندنا شوكليت، فراح اطلب الان شوكليت عشان اذوب واحطه مع القشطه. هذا النص حطيت عليه جوز الهند، والله احسه حيطلع مره لذيذ زي الفرار الرشيع عرفتوا هذا الحلاوه. وهذا النص راح احطه بدون، وحتى ممكن بعدين من فوق كذا كمان ارش عليه هذا جوز الهند. يا جماعه ابغى اطلب الشوكليت، بس انا لسه في المحادثه ما خلصت معاها، ما حلت الموضوع، فقلت اخاف اني اطلع من المحادثه وبعدين خلاص اضطر ارجع مره ثانيه واشرح السالفه مره ثانيه، يكون عندي شخص ثاني اللي يشوف الوضع. فحنستنى الحين. قفلتها بالنايلون، حطها في عليه يمكن بسكوت مطحون او شيء، راح اشوف ايش راح احط. صار جاهز، نصب الشاي. وين الفطور الملكي اللي نعبي فيه الطاولة هذه كلها؟ تواصلوا معي يا جماعة، قالوا لي بالفعل في غلط وحنرجع لك الفلوس على المحفظة. تخيلوا حسبتها، انتبهتي وكلمتي. اي والله حسبتها يمكن حيرجعوا لي تقريبا 600 درهم او 550 درهم. تخيلوا. اصلا بعدين استوعب، اقول دقيقة انا ليش دفعت 800 درهم على 13 وجبة؟ انه مرة كثير 800 درهم. ف يعني تخيلوا لو انا ما راجعت من وراهم، تخيلوا لو ما انتبهت مثلا. والله شيء مرة يقهر. يعني انتوا ليش تحطوا اسعار انه انتوا تدخلوا مطعم وتشوفوا الاسعار تقولوا اوكي 18 حلو سعره معقول، بعدين تحطوه في السلة يطلع سعره ثاني. بس انتوا لازم وقتها تحسبوا وتشوفوا. أيوة. يعني لو كان مثلا لو كان وجبة واحدة اكيد حنتبه انه في اختلاف في السعر، عرفتوا انه طب هم قالوا 18 ليش صارت 47. بس بعدين لما حطيت وجبات كثير فقلت لا يمكن. الله عليك. نجرب فركة ميمي. طبعا نوري معانا. تبي شطة؟ لا خذي يا نوري. ها تركي نوري. يا بسم الله. لو انا اقول لك عضو برو يعني عرفتوا. ف لازم تنتبهوا. انا صراحة ما كنت انتبه لهذه الحركة ابدا، بس الحين خلوني اصحصح. فانتوا نفس الشيء لما تطلبوا من مطاعم اي شيء تاكدوا هل هو نفس السعر قاعدين تشوفوه او لا. بسم الله. كيف واو، يمكن احلى مره سويت فيها مفرقه بكل حب. ما شاء
والله نوري بلعت العيش يجنن. ايوه هذا البيتا، مو زي العيش الشامي، لا يكون كذا سميك مرة حلو، يشبه العيش المصري بس هو مو مصري. حلو بس كترتي شوية كزبرة بزيادة يعني هي رشة ميمي لا لأنها تحبها مرة فتحط منها كأنها تحط سلطة، عرفتوا؟ لا بس شوفي انت اذا اخذتي لقمه كذا من نفس المكان حتكون الكزبره كويسه، فهمتي؟ يعني ما اخذتي من فوق، اخذتي من لقمه الكزبره واللي تحتها. لا حسيت تطلع كثير كذا من نفس المكان. هاي سناب شاتو انضم معانا. فكنسلت الرحلة وخلاص حتقعد وعلى أساس حنسافر مع بعض ونغير جو ومدري إيش. فجأة أمس وإحنا رايحين السوبر ماركت تقولي انقبلت في الصيف يا أميرة خلاص. كيف ليش؟ على أساس إنه يعني عرفتوا كذا أحلامكم كلها تتحطم كذا قدامكم إنه خلاص رسمت في راسي إنه حنسافر مع بعض. وعلى فكرة السفر كذا إنه حلو لما نكون مع بعض. احنا سافرنا مع بعض اندونيسيا، المغرب، وين كمان رحنا مع بعض؟ بالي. هي اندونيسيا بالي نفس الشيء. رحنا كمان كأنه دولة ثالثة أنا ناسية. عمان ايوه سافرنا عمان مع بعض. فلما نسافر مع بعض حلو تحس انه تعرف السفر مع الجروب احلى دائما. فخلاص على اساس حنسافر مع بعض ومدري ايش قهر والله. طبعا هي الصيف عندها حيكون اونلاين، مو لازم تروح الجامعة، بس حيكون عندها اختبارات في الجامعة صح؟ فحتضطر انها تسافر للأسف الشديد. والله كثر القهر والله. ببغاء. صدمونا وهي قدمت وكل شيء قال لك ايوه لاني صدمت. ما توقعت. لانه كانت زي الاولويه للخريجين وانا لسه مو خريجه عشان كذا. فقلت لها ايش الصيف يعني حيسوي لك هذا؟ هل قالت لي حيخفف لي مواد، حقدر اخذ يعني اخلص اسرع عشان ما اضطر اقعد ادرس في الجامعه لسه ما ادري كم سنه. بس والله مره قهر صراحه. ايش رايك تغيري؟ ما تقدري تكنسلي؟ لا ايش حيصير لو كنسلتي؟ ما في كيف يعني ما في الا الظرف قاهر قاتل. عادي قولي لهم ظرف قاهر. حسافر مع اختي. حسافر ايه حسافر ضروري، سفر شغل. خلاص قولي لهم اختي حامل هم ايش دراهم. ايوه الظرف القاتل. ايوه طب يمكن انا لما احمل اتعب. واحتاج احد يقعد معي. يكون حقيقي. احمل عادي عشان تقعد. غدرت فيني والله، سوت فيه الغدره. بس لسه حجلس معك. هي حتجلس معي بس ما حتسافر على طول، بس انه اول ما يقولوا لها خلاص في كويز اختبار حتضطر انها تسافر، وهذا الشيء مره يقهر. يب سافري معي. اقعد معي في الجامعه كذا نذاكر. امي وابوي في روسيا قاعدين انا وياك قاعدين في وجه بعض. والله قهر. وحتكون وحيده ترى، اهلي في روسيا كلهم، يعني مو انه فادي معاها امي ابوي معاها لا. عارفوا انه هذا الفستان لما لبسته